الكاف النهاردة يا سادة بتصدر أول عقوباتها على الاتحاد الجزائري والمنتخب الجزائري. ولسه في ناس بعقلية فوزي لقجع وتقول لك فوزي لقجع هو السبب ورا الكولسة دي، وفوزي لقجع هو اللي عايز يدمر منتخب الجزائر. هو فوزي لقجع لو كان عايز ينفع مش كان نفع نفسه؟ مش كان نفع نفسه بالكولاسة اللي هو اتحط فيها؟ مش كان نفع نفسه في أسوأ نهائي ممكن تشوفه في حياتك، نهائي أفريقيا اللي حدث 2026؟ انتوا يا جماعة مفكرين ان فوزي لقجع ده راجل مكولس وراجل ظالم وراجل جاحد وراجل 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 وراجل؟ يا جماعة لسه الكاف بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مش اي حد هيعمل لكم كده هتقولوا هوب امسكوا في زمارة فوزي لقجع. عيب يا جماعة. تعالوا بقى اقول لكم على تعليق الجمهور الجزائري وتعليق اعلام الجزائر اللي بصراحة ضحكني. اضحوكة، هو اضحوكة، تعليق اعلام اضحوكة. اعلام الجزائر بيقول لك ان احنا طلعنا من نيرجينيا وطلعنا من اول المجموعات بفضيحة. يعني احنا ما خدناش حاجة، نطلع علينا عقوبات ب100,000 دولار. هو احنا خدنا ايه او اكلنا عليه بالمصري وبالعربي او شربنا ايه؟ او يعني احنا ما استفدناش حاجه، احنا خرجنا بفضيحه. ده كلام الاعلام الجزائري بيقول لك ان احنا خرجنا بفضيحه. فاحنا ما استفدناش حاجه. ده كلامك انت، ده فشلك انت. انما بص للجمهور بتاعك وبص شوفوا عمل ايه في اعظم بلد ممكن رجلك تخشها. انت ذات نفسك مش هترضاها. اعتداءات، كسر ملاعب، تدمير، زي ما يكون في صفار. ده لسه الكاف الافريقي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. لسه مصر واللي هيقع على مصر والخراب اللي مصر هتشيله، خلي بالك، مصر هتشيل عقوبات صارمة اكتر من الجزائر، لان احنا سوقنا اكتر من الجزائر. احنا يعني الجزائر كانت رحمة عننا والله. مش هنتكلم على اللي حسام حسن عمله، مش هنتكلم على الإساءة اللي احنا عملناها، مش هنتكلم على تقليلنا للملاعب، مش هنتكلم على تقليلنا وتهزئنا للبلد اللي احنا حطينا رجلنا فيها، مش هنتكلم على الاستقبال اللي احنا سوقنا منه، مش هنتكلم على ده كله. ده كله احنا عملناه، وده كله احنا معترفين بيه، وده كله احنا متصور بالصوت والصورة. ده كله متصور بالصوت والصورة. وفي كل مباراة او في كل لقاء صحفي لحسام حسن لازم يطلع منه بفضيحة. على الاقل على الاقل الجزائر كانت الفضيحة الوحيدة ليهم ان هم يا سادة كسروا في الملعب بعد ما خروجهم من نيجيريا. دول اللي هم عملوه. يعني غلابة وسطينا والله، غباء غلابة امامنا. احنا طلع مننا اسوأ من ما يكن، اسوأ من انك تتخيل ان احنا بشر قصاد بشر. احنا طلع مننا كل حاجة، كل حاجة. والله لو اي حاجة جت في بالك احنا دي طلعت مننا، دي طلعت مننا. فان يا سادة اما الكاف يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويعاقب الجزائر بالعقوبة الصارمة دي، يبقى احنا هنا هنقف صامتين ونشوف ايه اللي هيجرى للسنغال، ونشوف ايه اللي هيجرى على مصر. ولسه لسه لسه اللي جاي شديد زي ما بيقولوا، او اللي جاي تقيل زي ما بيقولوا. فانا عايزه افهمك يا ساده ان اللي حصل في المغرب مش هيتسكت عليه، لان الكاف بتحاول تصلح ما اخطأته. الكاف بتحاول تصلح ما اخطأته. وعايزه اقول لك ان الكاف دي ممكن تعمل 100,000 بطولة عشان تصالح اللي عملته مع المغرب. يعني ممكن تعمل 100,000 بطولة للمغرب عشان تصلح اللي عملته مع المغرب، عشان المغرب بس ما يطالبش بانضمامه لأوروبا أو الاتحاد الأوروبي. يعني ده كلام وكلام جاي من يعني من مصادر قريبة جدا. يعني الكلام ده بكرة هيبقى حقيقي. فعشان كده الكاف بدأت تقف على رجليها وتقول لا احنا لازم ناخد موقف. ما هو النهائي خلصان بقاله 3 4 ايام. ليه دلوقتي لسه اول عقوبات على الجزائر؟ وليه ما طلعتش عقوبات على مصر والجزائر وكل من اهتز او ساء للمغرب بسوء؟ ما طلعتوش مرة واحدة وخلصنا. ليه؟ كل ده، كل التفاصيل دي هنشوفها قدام ونشوف الكاف ناوي على ايه.
بعد قرار انضمام المغرب لأوروبا أو الاتحاد الأوروبي. بس أنا جاية لكم في اعتذار أو بيان طويل عريض من الرئيس السنغالي للمغرب. احنا اسفين، احنا حقكم علينا، احنا. بس ده كله مش هيشفع لكم، لا اعتذاركم ولا ان انتوا تطاطوا ولا ان انتوا تكسروا راسكم امامنا، ده كله مش هيكفي. لان كلنا عارفين ان النهائي ده اتاخد ب يعني بفضيحة كروية. وعايزة افهمكم برضو، قلتها وهقولها تاني وما زلت اقولها، انتوا خدتوا كاس ملطخ بالدم، انتوا خدتوا كاس ملطخ بالدماء. فلما يجي الرئيس السنغالي يعتذر، اعتذارك غير مقبول، اعتذارك غير مقبول. طبعا كلنا يعني موافقين المغرب على قرار انضمامها لاوروبا. ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه؟ انا اقول لكم، مع ان كنتوا ممكن تشوفوني ان انا ظالمه في الموافقه بتاعتي دي، لان هناك مفيش ظلم. هناك آه المنتخبات كلها اللي هناك منتخبات أوروبية، منتخبات نظيفة، منتخبات ما تعرفش الكولسة، منتخبات ما تعرفش يعني ايه اكسر في ملاعب لو اتهزمت، يعني ايه لو خرجت اعترض، ويعني ايه لو انسحبت اكسر الدنيا ودغدغ الدنيا. منتخبات ما تعرفش حاجة عن الكلام ده، منتخبات كلها بتلعب بشرف. فده زيهم المنتخب اللي بيلعب وسطينا وسط قاع الزبالة. ايوه، المنتخب المغربي كان بيلعب وسط قاع الزبالة. عارف يعني ايه قاع الزبالة يا فندم؟ عارف يعني ايه قاع الزبالة؟ لو مش عارف ادرس، ابحث. عارف يعني ايه لما يبقى المنتخب المغربي بيلعب وسط قارة كاملة بتحاربه؟ ايه ده؟ محدش يتحملها. عارف قد ايه لما يبقى جاي لك ضربة جزاء في اخر ال90 دقيقة وما تروحش تحتفل بالحارس بتاعك؟ يعني دي بداية الفضيحة. عارف يعني ايه لما يتعرض لناس، يعني انا الصراحة بحيي الناس دي، الناس اللي بتطلع الفسوة، الناس اللي بتطلع الفسوة، الناس اللي ليها في المونتاج، انا بحييها جدا، انا بضرب لها تعظيم سلام، لان هي اللي كل يوم بتبين لنا الفضايح. الناس اللي مسكت الماتش ومسكت اخر 90 دقيقة بالاخص وفصصتها وطلعت كل الفضايح. احنا كلنا كنا بنشوف احداث ورا بعضيها ورا بعضيها ورا بعضيها، فمحدش لحق ياخد باله. فالناس اللي منتجت والناس اللي تعبت والناس اللي فصصت الماتش ده والناس اللي جابته بسلو موشن بطيء جدا عشان تعرف تطلع منه اي حاجة في اي حاجة، فالناس دي تضرب لها تعظيم سلام. لان انا شفت موقف بعد ما كنا بنقول ان ساديو ماني راجل قائد للفريق بتاعه، بقينا نقول عليه قائد فاشل. قائد فاشل ايه؟ ده مش قائد اصلا، ده مش قائد. انا شفت مشهد زي ما قلت لحضراتكم في اللقاء اللي قبل كده، وهو بيتكلم مع واحد مهم، وبعد كده راح يتكلم مع حارس المرمى، وبعد كده راح يتكلم مع ابراهيم دياز وهو بيتكلم مع حارس المرمى، بيعمل له كده والناس بتوع المونتاج هم عاملين دايره على حركاته، على سادي مانين اللي انتوا كنتوا مطلعينه بطل اليومين اللي فاتوا، بيعمل له كده وبيعمل له كده. وتقدروا تخشوا وتبحثوا، تقدروا تخشوا وتبحثوا